قوات سوريا الديمقراطية المتمثلة بقيادتها الجنرال مظلوم عبده كانت له دعوات على مدى الأيام التي مضت، ومنذ لحظة سقوط النظام البعثي الاستبدادي نعم. كان دائما هناك نداء للحوار من قبل قيادة قسد، وهذا ليس بالأمر الجديد، هو نعم. عبارة عن اجتماع ثلاثي يجمع بين الإدارة الذاتية وبين قسد وبين مسد للوصول إلى رؤى مشتركة دوما وخطاب سياسي موحد. وبالتالي الاجتماع الذي حصل كانت الغاية منه إيجاد رؤية مشتركة بين الأجسام الثلاثة، وأيضا الاتفاق على الرؤية السياسية وخارطة عمل مشتركة وإيجاد أرضية مناسبة للحوار. النقاط التي تم ذكرها أعتقد هي رؤية مشتركة بين هذه الأجسام الثلاثة، وأيضا وهي رسالة واضحة إلى الحكومة السورية في دمشق بأننا جاهزون ومنفتحون على الحوار، وبأن لدينا أيضا نحاول دوما إنشاء أرضية مناسبة للوصول إلى قاعدة تناسب نجاح هذا الحوار الذي نتأمله كسوريين. فجميعا يدرك بأن 13 عاما وأكثر الحرب أو آلة الحرب لم تجلب للسوريين إلا المزيد من القتل والدمار، وبالتالي هذا ليس بالأمر الجديد. فقوات سوريا الديمقراطية وأيضا مجلس سوريا الديمقراطية دوما كانت لهم مساعي، دوما كانت لهم نداءات للجلوس على طاولة الحوار، وأن يكون الحوار الوطني هو البوصلة الأساسية أمام السوريين، وأن تكون الهوية الوطنية السورية هي الهوية الجامعة لكل السوريين. وبالتالي ما تم وما صدر عن هذا الاجتماع جملة من الرؤى المشتركة أو سلة نستطيع أن نسميها تهيئ أرضية جيدة للحوار، وأعتقد لاقت قبولا جيدا في الوسط السوري بشكل عام وحتى من الحكومة السورية. وأيضا عندما تكون هناك أيضا مساعي وقنوات للحوار، أعتقد قسد أو مجلس سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية دوما يحاولون مد جسور التواصل وبناء الثقة وإعادة الثقة وترتيب الأمور للجلوس على طاولة الحوار.